السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وزي ما عودتكم في كل فيديو يا بنات، قبل ما نبتدي في شغل البيت نقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ادخلني في حولك وقوتك يا الله. ويلا بينا نبدأ الفيديو. زي ما انتم شايفين يا بنات، الفيديو النهاردة باقي سلسلة تنظيفات البيت عندي. هو يا بنات هيبقى في البلكونة ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده البلكونة متبهدلة خالص، فانا قلت اخلصها يعني بعد ما خلصت الصلاه يا بنات قمت دخلت على طول على البلكونه. نضفتها كويس جدا اهو زي ما انتم شايفين طبعا، وانتم عارفين ان انا ببتدي من فوق من فوق لتحت يا بنات. فانا شلت التراب كله اللي موجود في الحيطان في السقف في كل حاجه يا بنات، نضفتها كويس. طبعا رجعت على الشبابيك تاني يا بنات، نضفت الشبابيك تاني لو نزل عليها تراب ولا حاجه تاني. فقمت منفضاها تاني برضو يا بنات. ابتديت برضو ان انا انزل بقى تحت تاني، وزي ما انا قايله لكم ان انا بخلص فوق اول وبعد كده بنزل لتحت. العسكري يا بنات نفضته كويس جدا. شلت التراب اللي عليه كله، مسحته كويس. التلفزيون برضو كل حاجه يا بنات انا مسحتها كويس جدا. زي ما انتم شايفين كده انا ببتدي اهو اشيله زي ما قلت لكم. كل حاجه بنفضها وبنضفها كويس جدا جدا من التراب. طبعا انتوا عارفين البلكونات بيبقى فيها يعني معرضه طبعا للتراب الكتير. زي ما انتوا شايفين كده بشده برضو من مكانه، يعني بشيله من مكانه وبكنس تحتيه وبرجعه تاني اهو يا بنات زي ما انتوا شايفين. متنسوش طبعا يا بنات الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله هنزله. ولايك منك حلو كده، وانزلي تكتبي تعليق عشان ادخل ارحب بيكي اهو يا بنات. كل مكان بكنسه زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. طبعا يا بنات انا ايدي في البلكونه على طول، فبرضو التراب اللي موجود على الحيطان مش كتير قوي. يعني فبرضو بس برضو بعمله عشان يعني ما يبقاش التراب كتير. مره على مره هيكتر وكده، لا انا بعمله على طول يا بنات، ما بيبقاش يعني التراب كتير قوي. بس طبعا في تراب هنا برضو يا بنات. المرجحه ببتدي ان انا يعني انفضها كويس. القفص بتاعها برضو يا بنات بالفرشه نزلت كل التراب اللي عليه. كل حاجه يا بنات كده، كل حاجه بتقابلني باخدها مع يعني بعملها. كل حاجه بتقابلني انا بمشي يا بنات كده من جوه لبره، فكل حاجه بتقابلني بمشي بالترتيب. يعني العسكري بعد كده بفاط وبعد كده يعني ماشيه يا بنات بالترتيب. اي حاجه بتبقى قدامي بنفضها كلها كلها، وابتدي ان انا اكنس تحتيها اشدها يعني واكنس تحتيها وارجع ارجعها تاني مكانها على النظافه. ببتدي برضو ان انا اكنس البلكونه كده زي ما انتوا شايفين. كل مكان يا بنات في البلكونه بكنسه كويس جدا اهو زي ما انتوا شايفين. ما تنسوش يا بنات طول ما انتوا شغالين صلوا على النبي، تستغفروا كتير، تحوكلوا كتير، ان شاء الله كل شغل البيت يخلص معاكي بسرعه. وكنت قايله لكم يا بنات في فيديو الصلاه ان انا كان الاتنين فوتيه كانوا في الصاله. فانا خرجت واحد في البلكونه، هو ده يا بنات مكانه يعني. شايفين يا بنات الشبابيك اهي مفيش عليها اي تراب خالص. طبعا يا بنات انا خلصت الفوتيه، نفضته برضو كويس جدا زي ما انتوا شفتوا معايا في الفيديوهات انا بعمل ايه. عملته كده كويس جدا، نفضته كويس، شلت التراب من عليه. اي حاجه يا بنات عليه انا بشيلها. طبعا الكرة بتاعت الاولاد وكده بيحطوها في البلكونه. شلت برضو الفوتيه من مكانه وكنست تحتيه. هبتدي برضو ان انا اشيل الكرسي من مكانه واكنس تحتيه. كل مكان في البلكونه زي ما قلت لكم بشيله يعني وبكنس تحتيه وبرجعه تاني مكانه على النظافه. برضو يا بنات السلم اللي قدام باب الشقه، يعني باب الحديد اللي قدامكم ده، انا كنسته برضو لان طبعا هبتدي دلوقتي ان انا امسح بميه وكده. ببتدي برضو اعزكم الله يعني الم القمامه اللي على الارض كلها اهو زي ما انتوا شايفين. ودي اكتر لحظه يا بنات انا بحبها بجد 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 يا بنات، والله فعلا اكتر لحظه بحبها هي رش الميه كده. بحس كده بطراوه. كانوا زمان يا بنات يعني في المحل قدام المحلات زمان كده والورش الحاجات دي دلوقتي ما عدناش بنشوفها، قليل قوي لما بنشوفها. بس فعلا والله كانوا فعلا زمان يقوموا قايمين الصبح بدري يرشوا بقى قدام المحلات والورش بتاعت الناس اللي الورش يا بنات. الناس الضمايطه اكيد عارفين الكلام ده. بيفضلوا بقى يرشوا ميه وكده عشان تجيب الطراوه وتجيب الرزق. يعني كانوا في اعتقاداتهم ان هي كمان بيجيب الرزق. والله فعلا يا بنات هي بتجيب طراوه، بس موضوع الرزق ده انا مش عارفه بصراحه اذا كانت بتجيب رزق ولا لا. يعني ما جاليش حاجه يعني ما جاليش رزق ولا حاجه يعني، بس الحمد لله يعني. مش بهزر طبعا. هما زمان كانوا في اعتقادهم كده تقريبا. كنت بسمع كده يعني، بس
انا برشها عشان تجيب طراوه. وفعلا يا بنات والله فعلا بتحسي ان الهوا جاي سقعان كده، بيبقى ريحته حلوه. بتبقى الريحه حلوه قوي يا بنات والله، فعلا بتفكرني بايام زمان وكده. فبحب ان انا اعمل الحركه دي قوي. وهنا بقى ابتديت ان انا اكنس بالمقشه. طبعا يا بنات، يا رب الفيديوهات تكون بتعجبكم. وطبعا اكون ضيفه خفيفه عليكم. انا كده يا بنات خلصت البلكونه. طبعا كنستها ومسحتها كويس جدا. وعملت ومسحتها بالمساحه. وطبعا هي هتنشف كمان من الهوا يعني. زي ما انتم شايفين ما شاء الله ولا قوه الا بالله، كل حاجه بقت نظيفه، كل حاجه بقت جميله ازاي. خلاص يا بنات انا خلصت الشقه. هبتدي بقى ان انا هنا يا بنات قفلت الشقه يعني، ورايحه لشقتي في دمياط. ان شاء الله يا بنات، ان شاء الله يعني انتظروني في فيديوهات جايه باذن الله. هكون في الشقه هناك روتينات واكلات ووصفات. ان شاء الله يا رب الفيديوهات الجايه تعجبكم باذن الله. متنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. انا قلت اخدكم جوله كده على الطريق معايا وانا مروحه، تشوفوا الطريق يعني. اهو زي ما انتم شايفين يا بنات. آه ده طريق بنات راس البر، بعشقه جدا. اهو زي ما انتم شايفين كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.